السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابنا وحبايبنا أولى ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. خلاص آخر فيديو في مراجعة أبريل إن شاء الله، وبعد كده بقى هنخلص وانسى احنا نخلص امتحانات أبريل، هنبدأ إن شاء الله مدعكة امتحان آخر الترم. النهارده ان شاء الله خلاص ده اخر فيديو هنصوره النهارده في ابريل ريفيجن، وده اخر فيديو هينزل في ابريل، وزي ما اتفقنا بعد كده هبقى معاكم في مراجعة آخر الترم ان شاء الله، مراجعة اللي هو اخر السنه باذن الله. تمام كده. طيب يبقى النهارده احنا معانا ايه؟ معانا اخر جزء عندي في بارت 5 اللي هو اخر جزء عندي في ليسن 2 في الجيولوجي. تمام كده. فيلا بينا نبتدي ونشوف احنا معانا ايه. طبعا المالتيبل تشوز كويستشنز. يلا بينا. طيب which of the following factors can change the type of rock؟ حاجة هتغير لي في نوع الروك، يعني لو هو sedimentary هيتحول لميتامورفيك، لو هو ميتامورفيك هيتحول لاجنس and so on، هيتغير في التايب بتاعي. طيب without، ودي كلمة مهمة جدا، changing in the chemical composition، ولكن انا مش هدخل جوه المينرالز واغيرها، انا جاست كل اللي انا هعمله ان انا هغير في ايه؟ هغير عندي في التايب بتاع الروك. طيب الكلام ده بيحصل امتى عندي؟ قال لي بص يا سيدي، لو انا عندي مثلا فور اكزامبل الاجنيوس روك ده هيبدا ان هو يتكسر مثلا فور اكزامبل ويتنقل لمكان تاني ويبدا ان هو يتكون تاني ويتحول لسيديمنتري روك، يبقى انا هنا لما غيرت، انا كل اللي انا عملته ان انا عملت ايه؟ ان انا رحت جاي مكسر، ادي مثلا ده اجنيوس روك فور اكزامبل، انا كسرت ونقلت. هل انا غيرت في الكيميكال كومبوزيشن؟ لا. فانا لو هلاقيت حاجه ليها علاقه بالويذرنج والايروجن العادي، اللي هو لو بتكلم على ميكانيكال ويذرنج هقول لك ماشي، والايروجن طبعا. طيب لو جيت كلمتك على كيميكال ويذرنج، لا ده كان في الكيميكال ويذرنج مينلي بيحصل كيميكال رياكشن، وطالما حصل عندي كيميكال رياكشن لازم تبقى عارف ان الكيميكال رياكشن اللي حصل ده هيغير لي في الكيميكال كومبوزيشن. طب دي اول حاجه. تاني حاجه عندي ودي مهمه جدا، لو انا بدات اوصل لمرحله كبيره جدا من الهيتنج لدرجه ان انا وصلت لكومبليت ميلتنج، انا حصل لي ميلتنج، ساعتها هل هقول ان انا هنا غيرت في الكيميكال كومبوزيشن ولا لا؟ قال لي انا غيرت في الكيميكال كومبوزيشن. ليه يا عم؟ ما هو انت لما بتدوب الحاجات على بعض بتبدا ان هي تعمل ميكستشر، الميكستشر ده مع بعض بيعمل كيميكال رياكشن وممكن يكون لي مواد جديده. تعالى بقى نشوف التشويسز وهشوف هختار منها ايه. اول حاجه كومبليت ميلتنج، ان هي تدوب، لا ما انا لسه قايله لو هي دابت جامد ممكن تعمل كيميكال رياكشنز مع بعض. طيب رابيد كولينج، ان هي تبرد بسرعه، لا برضو ما هي ما فرقتش معايا ان هي تبرد بسرعه، ولا هي ما فرقتليش في حاجه وهي ما عملتليش تايب جديد من الروك. تمام. ما هي الماجما دي مثلا لما هتبرد هتديني ايه؟ هتديني اجنس روك اللي هي اجنس روك كده كده، فما اختلفتليش في التايب اوف روك. طيب هاي بريشر اند هيت، هو ايه حوار الهاي بريشر اند هيت؟ تعالى قلت لك لو كان عندي اجنيوس روك مثلا او كان عندي سيديمنتري روك، الاثنين دول بداوا ان هم ينزلوا under the earth او beneath the earth ولكن without melting، من غير ما ادوب، كانوا بيتحولوا حاجه عندي اسمها ميتامورفيك روك. طب هل الميتامورفيك روك ده بقى انا غيرت في الاستراكشر من جوه؟ لا. امال ايه اللي حصل يا مس؟ يعني الهاي تمبريتشر او الهاي بريشر دول اللي كانوا من غير melting عملوا لي ايه في الاخر؟ قال لي كل اللي هم عملوه ان هم خلوا الانتر بارتيكل سبيس دي تقل بس، يعني البارتيكلز اترتبت جنب بعض اكتر، لا اكتر ولا اقل، فكونت لي حاجه اسمها ميتامورفيك روك. تمام كده. طيب فدي تمشي عندي. طب اخر حاجه عندي كيميكال ويذرنج، لا ما هو الكيميكال ويذرنج ده انا بعمل كيميكال رياكشن، طالما بعمل كيميكال رياكشن يبقى انا بكون نيو سبستانس او كيميكال كومبوزيشنز جديده. تمام كده. فانا هختار مين عندي؟ هختار سي. يلا بينا على اللي بعده. question 2. طيب a mineral that is used in the manufacturing of smartphones، حاجة استخدمها في السمارت and the electric cars and is characterized by its light weight، خفيفة جدا، and the ability of efficiently store energy، وبتعمل storing للانرجي. يعني من الاخر مثلا الباتريز اللي موجودة عندنا في الموبايلات دي معمولة من ايه؟ والرامات والكلام ده كله معمول من ايه؟ معمول من ليثيوم. معمول من ايه؟ مينلي هتلاقيه معمول عندي من ليثيوم. ليه مس معمول عندي من ليثيوم؟ علشان حاجتين، اول حاجه ان هو خفيف جدا، تاني حاجه بيستور انرجي بشكل كويس. تمام كده. طيب يلا بينا على اللي بعده. Egypt's heading to future، الاتجاه المصري ناحيه المستقبل بيقول ايه؟ البروجكتس بتاعتنا primarily aims to، تفتكر ايه الهدف منها؟ تفتكر انا لما عاوز اخطط للمستقبل هعمل ايه؟ الهدف بتاعي هيكون ايه؟ تعالى نشوف. extract gold from mountains، الهدف عندي ان انا اطلع الجولد من الماونتينز. هل ده اتجاه نحو تطور مثلا؟
ماشي ممكن، بس لا مش ده اللي انا عايزه. طب تعالى نشوف. enhance strategic connectivity and support export ports. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عايز اوصل مصر كلها ببعض والمحافظات كلها ببعض، وكمان اعمل عندي ايه؟ اعلي عندي او ادعم عندي التجاره العالميه. تمام؟ طب ده صح ولا لا؟ ده ممكن، ده وارد جدا اصلا، ده مش وارد، ده هو المفروض ان ده اللي بيحصل اصلا دلوقتي. يعني انت المفروض لو بتسمع دلوقتي، انت بتسمع دلوقتي المفروض عن المترو اللي هما بيعملوه جديد، المترو دوت اللي هو هيوصل محافظات مصر كلها ببعض. اوريدي في حاجات حصلت كده، اللي هو كان بيجيبك مش عارفه من اول مصر من فين يوديك لحد فين في قد ايه، حوارات كده كتير. فاوريدي احنا شغالين في الحته دي. كمان انا لازم ادعم التجاره الخارجيه. ليه انا لازم ادعم التجاره؟ او مش بدعم التجاره الخارجيه بس، انا اللي هو ايه، بظبط حته التصدير دي، التصدير والاستيراد والكلام ده. ليه كل ده؟ عشان اظبط الاقتصاد. تمام؟ طيب تعالى نشوف اللي بعد كده. يلا. نيو بيراميدز، عايز ابني بيراميدز جديده. انا ماليش مزاج، عندنا بيراميدز كتير جدا ممكن يروحوا يتفرجوا عليه. طيب increase الديزرت اريا، هبدا ان انا ازود من الديزرتس عندي. لا طبعا مش عايزه اعمل كده. يبقى الهدف عندي ايه؟ الهدف عندي ان انا اوصل المحافظات كلها ببعض، وكمان ادعم التجاره، اظبط التجاره، اخلي الموضوع سلس وسهل كده وبسيط. تمام كده؟ طيب يلا نمبر 4. طيب which of the following represents an application of the electrical oscillation of minerals. طيب يعني ايه كلمة electrical oscillation؟ قال لي ان كل mineral عندي بيكون ليه بيبدأ ان هو يطلع منه كده عبارة عن زي حركة بسيطة او vibration كده للمينرال ده، بتكون electrical vibration. طب هو بيقول لي بقى electrical vibration بتاعت المينرال دي هتساعدني انا في ايه؟ انا استفدت منها وايه؟ وعملت بيها ابلكيشن ايه؟ قال لي الابلكيشن المهم جدا اللي انا بستخدمه اللي هو الجي بي اس. اللي هو مين؟ الجي بي اس. يعني ايه يا مس جي بي اس؟ جي بي اس دوت هو النظام الكبير العالمي اللي بيبدأ ان هو يوريني شكل الطرق عامل ازاي. تمام؟ بيوريني كل حاجه على الطريق. بسبب ايه؟ بسبب المينرالز. بسبب ايه؟ المينرالز هي اللي بتتحكم في الشكل ده كله. طب المينرالز دي عندها ايه؟ عندها حاجه اسمها الكتريكال اوسيليشن. عندها حاجه اسمها الكتريكال اوسيليشن. تمام كده؟ يبقى مش عشان هاي سبيد ترين مش هعمل بيها الترين، مش هعمل الويند توربين، الليثيوم باتريز مش هستخدمها، لكن انا هستخدمها عشان الايه؟ الجي بي اس ديفايسز. تمام كده؟ يلا بينا نمبر 5. which of the following is not among the requirements for defining mineral geologically. طب انا لو عندي mineral او انا عندي object دلوقتي وعايز اعرف هو ده mineral ولا لا، لازم يكون عندي 5 شروط. لازم يكون عندي 5 شروط. ايه هم يا مس ال5 شروط؟ اول حاجه natural، حاجه طبيعيه مش انا اللي عملتها. تاني حاجه solid، حاجه solid لا هي liquid ولا هي gas. طيب بعد كده يبقى انا عندي حاجه natural solid، لازم يكون عندها fixed chemical composition. عندها chemical composition معروف، لازم يكون عندها chemical composition معروف، وده شيء مهم جدا. لازم تكون inorganic. يعني ايه inorganic؟ يعني مش حاجه organic، مش حاجه عضويه. تمام كده؟ يبقى لازم تكون inorganic. واخر حاجه عندي لازم يكون ليها crystalline shape برضو معروف. يعني ايه بس كلمه crystalline shape؟ قال لي بمنتهى البساطه ان الاتومز بتاعتي لما بتيجي تترتب على شكل كريستال كده. الكريستال دي المفروض ان هي تكون شكلها معروف عندي. لو انا ما عرفتش شكل الكريستال دي ايه، يبقى انا ممكن يكون ده شيء مختلف عندي، ده مش مينرال مثلا and so on. تمام كده؟ يبقى تاني انا عندي كام شرط عشان المينرال ده يبقى مينرال، عشان اقول الاوبجكت اللي قدامي ده مينرال؟ 5 شروط. كام شرط؟ 5 شروط. كام شرط؟ 5 شروط. ايه هما ال5 شروط يا مس؟ 1 natural solid inorganic has fixed chemical composition and has a crystalline shape. 5 حاجات. تمام كده؟ طب تعالى نشوف بقى ايه اللي موجود هنا. اورجانيك سبستانس، انا عايز حاجه نوت دي مش موجوده فعلا. طب تعالى نشوف الباقي ينفع يبقى مينرال ولا لا. يلا بينا. ريجولار كريستالاين شيب، عندها كريستالاين شيب. عندها كريستالاين شيب فانا مش هختار. طيب naturally occurring solid substance، هي natural وسوليد. انا مش هختار ده، انا عايز حاجه اصلا مش موجوده في المينرال. طيب defined chemical composition، عندها chemical composition. define chemical composition عندها. يبقى مين اللي مش موجوده عندي؟ الاورجانيك. هي لازم تكون inorganic. لازم تكون inorganic. لازم تكون inorganic. يعني ايه مس inorganic؟ يعني ما فيهاش لا كربون ولا هيدروجين. لو فيها كربون وهيدروجين اعرف ان ده مش مينرال. لو فيها كربون وهيدروجين اعرف ان ده مش مينرال. لازم تكون ما فيهاش لا هي كربون ولا فيها هيدروجين. تمام كده؟ يلا بينا على question 6. يلا بينا. which of the following technological industries would be completely disturbed
if quartz were lost. لو الكوارتز اللي عندي دوت disappeared، خلاص انتهى، اختفى فجأة، تفتكر ايه ان الابلكيشنز دي هتبدا ان هي تبوظ او تنهار عندي؟ طب تعالى ما اقول لك بمنتهى البساطه، هو الكوارتز ده مينرال ولا مش مينرال؟ قال لي مينرال. موجود فين يا مس؟ موجود في الارض. طب حلو قوي، ليه ايه؟ قال لي ليه فايبريشن معين، ليه فايبريشن معين، واحنا اتفقنا ان الفايبريشن ده انا بستعمله في ايه؟ الفايبريشن ده انا بستعمله في ايه؟ بعمله في الجي بي اس. بستعمله في الايه؟ في الجي بي اس عشان اعرف المناطق. طب تعالى بقى نشوف، الايرون والستيل اندستري، الايرون والستيل اندستري مش هتتاثر بسبب وجود عدم وجود الكوارتز يعني. لا، الكوارتز انا بجيب ايرون وبجيب ستيل عادي من الارض، فلا مش ده اللي انا محتاجه. طيب بيلدينج الويند توربين، انا لما بعوز ابني حاجه زي الويند توربين مثلا، عارفين الويند توربين؟ الويند توربين دي اللي هي المروحه الكبيره اللي بتجنريت الكتريستي، تبقى مروحه كبيره كده في الطرق، الهواء بيمشي يحركها فبتحول الكينيتيك انرجي لالكتريكال انرجي. هل دي بتعتمد على الكوارتز؟ لا، هي بتعتمد على الكينيتيك انرجي اصلا، فخلاص. طب البيلدينج بتاعها ده بيبقى ايرون. طيب اللي بعده، artificial joint implants، الاطراف الصناعيه او الجوينتس الصناعيه اللي انا بزرعها جوه جسم الانسان. لا مش بستخدم فيها كده، بستخدم فيها التيتانيوم، بستخدم فيها التيتانيوم، وهنعرف ليه في سؤال اساي لما يجي يسالني ليه. طيب اخر حاجه عندي الجلوبال بوزيشننج سيستم، الجي بي اس. الجي بي اس ليه؟ لان انا لو ما عنديش كوارتز انا بعتمد بشكل اساسي في الجي بي اس، بعتمد بشكل اساسي على ايه؟ بعتمد بشكل اساسي على الفايبريشن بتاع المينرال. اهم مينرال فيهم هو الكوارتز، فلو الكوارتز ده مش موجود، لو الكوارتز مينرال ده مش موجود، ساعتها الجي بي اس عندي مش هيقدر ان هو يقرا الفايبريشنز الباقيه. تمام كده؟ يلا بينا على question 7. an element that plays a pivotal role in the manufacture of smart lithium ion batteries. تفتكر في الليثيوم ايون باتريز، في الباتريز اللي فيها ليثيوم دي، ايه تاني ممكن يكون موجود؟ ايه الاليمنت التاني اللي ممكن يكون موجود؟ تعالى نبص. جولد، سيلفر، كوبالت، مغنيسيوم. طب تعالى نمشي واحده واحده. هي في البطاريه دي انا محتاج اعمل ايه؟ قال لي بص، ما هي الباتري دي عندي شغاله طول الوقت. طيب لما تبقى شغاله طول الوقت مش ممكن تسخن؟ ممكن تسخن. فانا دلوقتي محتاج حاجه ان هي ايه؟ تروديوس الحراره دي، ده اول حاجه. محتاج حاجه كمان تكون جود كوندكتور للالكتريستي، عشان انا هستخدم اكيد الباتريز ديت في حاجات هتطلع لي الكتريستي. ما هي بطبيعه الحال اصلا اي باتري في الدنيا بتكون بتستور جواها حاجه اسمها كيميكال انرجي، والكيميكال انرجي دي بتبدا ان هي تتحول لالكتريكال انرجي عشان تشغل لي اي ديفايس في الدنيا، لان اي ديفايس لازم يستخدم الكتريكال انرجي. تمام كده؟ طيب حلو قوي. تعالى بقى نشوف من الاختيارات دي. اول حاجه الجولد، قال لي ماشي، الجولد ده جود كوندكتور الكتريستي، هيوصل لي الكتريستي حلو جدا، بس في مشكله، ده كمان هيوصل لي هيت كتير جدا، فانا مش بقلل الهيت. تمام؟ يبقى دي مشكله عندي، فمش هستخدمه. السيلفر نفس كلام الجولد بالظبط. طب والكوبالت يا مس؟ ما هو الكوبالت برضو يعتبر زيهم، ما هو الكوبالت برضو يعتبر ميتالز شبههم، بيوصل كهرباء وبيوصل حراره، ولكن الفرق في الكوبالت هنا ان هو بيقلل الحراره، مش بيخلي الحراره توصل بشكل كبير. تمام؟ يبقى هو بيوصل الكتريستي، وده انا محتاجه طبعا جدا. وتاني حاجه بيوصل هيت، ولكن الهيت اللي هو بيوصلها اللي هي على فكره بتبقى ريديوست بتبقى ويست انرجي انا فقدتها. انا المفروض كنت استخدم الانرجي في حاجه مفيده، فانا دلوقتي هي خرجت مني كباي برودكت، كحاجه لازم تخرج في كل الحالات. فالهيت دي بتخرج بس بشكل اقل بكتير. طيب المغنيسيوم بقى، المغنيسيوم احنا بنستخدمه برضو بس مش في حالات الباتريز دي، يبقى هو بيستخدم برضو في اوقات كتير لكن مش في الباتريز دي، فمش هختاره. هختار مين؟ هختار الكوبالت. يبقى انا هختار الكوبالت ليه؟ عشان حاجتين. اول حاجه هو بيوصل الكتريستي حلو قوي، فانا هقدر استخدمه في الباتريز كويس جدا. تاني حاجه واهم حاجه ان هو بيريديوس الهيت بتاعتي، كميه الحراره اللي انا بستخدمها هو بيقللها. تمام كده؟ طيب يلا بينا على اللي بعده. Which of the following process is responsible for transforming igneous rock into sedimentary؟ هحول igneous rock لسediمنتري روك. انا عشان كنت اتحول لسediمنتري روك، افتكر معايا الفيديو اللي كنت بقول لك ايه؟ weathering erosion deposition lithification. تاني weathering erosion deposition lithification. تالت weathering erosion deposition lithification. يبقى تعالى نبص هنا. crystallization لا، crystallization ده بيحصل during الكولينج، وده اللي بيكون الاجنيس روك. طب اللي بعده erosion and transport. الايروجن والترانسبورت اللي هو moving the substance او moving the rock from one place to another, moving the fragments from one place to another. ما ده erosion. طيب melting ان انا ادوبه، لا ان انا ادوبه ده انا بحوله يا اما الماجما يا اما ميتامورفيك روك، فلا ما تمشيش معايا. pressure and heat نفس الكلام، يا اما تبقى ميتامورفيك روك يا اما هتبقى
اجنيس روك لو اتحولت لماجما وبعد كده طلعت حصل لها ايربشن، لو الفولكانو حصل له ايربشن فساعتها هتكون الايه الفولكانيك اجنيس روك. تمام كده. فانا هختار مين؟ هختار مين؟ طيب اللي بعده. طيب يلا بينا على question 9. when diluted hydrochloric acid، لو جيت حطيت الهيدروكلوريك اسيد لو جيت حطيت الهيدروكلوريك اسيد اللي هو HCl، وخلي بالك اللي هو diluted يعني مش concentrated يعني مش مركز قوي، تمام، is added to a rock، اتحط على rock sample. طيب and a strong effervescence occurs، حصل حاجه كبيره جدا which او يعني effervescence اللي هو الايه الفوران، زي حصل فوران كده. بطبيعه الحال طالما عندي فوران المفروض انتوا خدتوا الكلام ده في اول درس خالص، بيبقى عندي ايه كربون دايوكسيد. وكمان لما كنا بنتكلم على الايروبيك ريسبيريشن، تمام كده. طيب لما كانت بتحول اللايم ووتر لكلاودي لايم ووتر والكلام ده. طيب ما علينا. طيب which of the following ions appear in the resulting aqueous solution؟ تفتكر بقى لما اشوف السولوشن اللي في الاخر اللي ظهر عندي ده ودرسته هلاقي الايونز دي الايونز اللي موجوده عندي ايه من دول؟ تعالوا نشوف، يلا بينا. هل اول حاجه عندي السيليكون؟ هل هي ايرون اند مغنيسيوم؟ هل هي كالسيوم اند بايكربونات؟ ولا تيتانيوم اند كوبالت؟ طيب خلي بالك من حاجه مهمه جدا. الروكس على الاغلب بيكون فيها حاجه اسمها كالسيوم كربونات، طيب حلو يا مس. بعدين قال لي اهو الكالسيوم كربونات ده لما هيتحط عليه HCl، لما يبدا يتحط عليه HCl هيبدا ان هو يعمل لي الكيميكال رياكشن بتاعه والفران ده، ويبدا ان هو يطلع لي الكربون داي اوكسيد اللي هو انديكيتور على ان انا عندي كيميكال رياكشن هنا حصل. ده اول حاجه. طب وايه كمان؟ وهيطلع لي بشكل اساسي كالسيوم Ca، كالسيوم ايون اهو، وكمان باي كربونات ايون CO3 سوري. يبقى انا عندي هنا لما هحط الكالسيوم كربونات اللي هو اللي موجود في الروك، حطيت عليه ال HCl اللي هو diluted HCl اللي هو اسيد عندي، هيبدا ان هو يدوب لي الروك. الانديكيتور عندي ايه مثلا؟ الانديكيتور عندي الكربون دايوكسيد، ايه تاني هيطلع مع الكربون دايوكسيد؟ عندك الكالسيوم ايون والايه والبايكربونات ايون اللي بتبقى نيجاتيف، دي نيجاتيف اتوميك جروب. فهتختار مين؟ هتختار الكالسيوم والبايكربونات. تمام كده. طيب يلا بينا على اللي بعده question 10. The element الايون extracted from المجنيتايد، بطلعه من حاجه اسمها مجنيتايد. المجنيتايد ده اللي بقول عليه الاور. يعني ايه اور؟ يعني الخام اللي بيكون موجود عندي اللي بقدر اطلع منه الايه الايرون اللي هو المينرال ده. طيب is considered the backbone of، تفتكر الايرون ده هستخدمه في ايه؟ تعال نشوف. هل هستخدمه في افتح يا ابني شويه دي ايه، يلا بينا. هل هيستخدموا في المايكرو الكترونيك تشيبس في الحاجات الصغيره ديت؟ لا، ده انا عندي مشكله ان الايرون ده بيكون ايه شويه تقيل، فلا مش هستخدمه في ده. طيب في الويند توربين هبني بيه الويند توربين. من شويه قلت لك وانا ببني الويند توربين الاستراكشر بتاع الويند توربين نفسه من ايرون. طيب النانو كانسر تريتمنت لا برضو. طيب الليثيوم باتريز ده من اسمها ليثيوم باتريز لا برضه. يبقى انا هستخدم مين؟ الويند توربين، هبني بيها مين؟ الويند توربين. تمام كده. طيب يلا بينا نمبر 11 سوري. يلا بينا. which of the following medical technologies، عايز حاجه ليها علاقه بالميديسن اهي، استخدام ليه علاقه بالميديسن، ماشي يلا. depends on، عندي كام element هنا؟ عندي 3 elements اللي هم مين؟ النيوداميوم والايرون والبورون. النيوداميوم والايرون والبورون هستخدم ال3 مع بعض، هعمل لهم الوي، هعمل لهم ميكسنج كده واخليهم الوي. الالوي ده هستخدمه في ايه؟ تعال نشوف. قال لك بص انا هقول لك كده على بلطو، ال3 دول لما بيعملوا لي الوي بيبقى عندهم ماجنتيك فيلد ابن لذينه، بيبقى عندهم ماجنتيك فيلد كبير جدا، ماجنتيك فيلد كبير جدا جدا جدا. طب الماجنتيك فيلد ده هو انا هحتاجه يعني عندي في الميديسن يعني؟ قال لي هحتاجه في الطب عندي. طب تعالى نشوف هحتاجه في ايه. هل هحتاجه في الماجنتيك ريزونز ايماجيننج؟ هستخدمه في الام ار اي، في الرنين. قلت لك المره اللي فاتت ايه الفرق ما بين الرنين والاكس راي العاديه؟ الاكس راي العاديه بتوريني حاجه بسيطه، السونار بيعتمد على الفراكشن والسكاترينج بتاع الريفراكشن والسكاترينج بتاع الساوند اللي طالع، تمام. لكن الام ار اي بيعتمد على الماجنت، فبيوريني حاجات ادق، بيوريني حاجات ادق وصغيره جدا، تمام كده. طيب
يبقى هنا بطبيعه الحال انا محتاج ايه؟ محتاج ماجنتيك فيلد عالي، وده بيديني ماجنتيك فيلد عالي. تعالى نقرا الباقي. دنتال امبلانتس، هبدا ان انا ازرع بيه السنان. ما بنزرعش. طيب على الاغلب بنستعمل زي ما قلت لكم اي حاجه ليها علاقه بالزراعه جوه الجسم بنحط تيتانيوم. اي حاجه بتخش جوه جسمي هيتعامل معاها بحط تيتانيوم على طول. طيب الليزر جلوكوز مونترينج، لا برضو ملهوش دعوه، لما درسناها جبنا سيره الالوي دوت. طيب عندي حاجه البروستاتيك لامس، برضو لا مالهاش علاقه بالكلام ده. يبقى انا هختار مين عندي؟ الام ار اي. ليه ام ار اي يا مس؟ عشان الام ار اي ده بيحتاج ماجنتيك فيلد عالي جدا. عشان كده لو في يوم من الايام قابلت حد دخل عمل اشعه رنين هيجي يقول لك ايه؟ قبل ما ادخل سالوني سؤال، اللي انت لابسه ده ايه؟ يعني انت لو انت لابسه سلسله، لو انت لابسه خاتم، لو انت لابسه انسيال، لو انت لابسه اي حاجه، نوعهم ايه؟ لو ذهب اصلي، لو انت متاكده انه ذهب اصلي تقول لك خشي. طب لا دول مش ذهب اصلا تقول لك اقلعيهم بره ما تخشيليش بيهم. وما ينفعش. هقول لك على حاجه ابسطها خالص، لو البنوته دي لابسه طرحه مثلا ونست ان هي حاطه دبوس، هي حاطه دبوس في الطرحه وهي مش ونست خالص، ودخلت الاشعه جهاز الاشعه وبدات الاشعه بتاعتها، بيوقفوا الجهاز فجاه وتخش الدكتوره تقول لها انت حاطه دبوس في المكان الفلاني. ليه؟ لان هي عندها هي بتبقى ماجنت رهيب كبير جدا، فالماجنت ده بيبدا ان هو يسحب اي حاجه ميتال حواليه او اي حاجه ماجنتيك ماتيريال حواليه. فبالتالي لازم قبل ما تخش اصلا الجهاز ده، اذا كان انت ولا الدكتور ولا الممرض ولا اي بني ادم هيعدي من جنب الاوضه ديت، لازم يبقى ايه؟ يبقى شايل اي ميتال ممكن ان يحصل له اتراكشن مع الماجنت ده. تمام كده؟ طيب يلا بينا على اللي بعده. question 12. The mineral silicon. السيليكون، تعالى نفتكر. السيليكون ده is an element mainly extracted from. لو انا عايزه اجيب السيليكون هجيبه منين؟ تقريبا انا حليت معاكم شبه ده المره اللي فاتت. مش هجيبه من السي، مش هجيبه من الروكس، ولا هجيبه من الاكتيف فولكينوز. امال هجيبه منين؟ هجيبه من الساند. الساند بتاعي ده مليان سيليكون، الساند اللي انا بمشي عليه في الارض ده مليان سيليكون. تمام كده؟ طيب يلا بينا على نمبر 13. Which of the following minerals has an atomic structure that makes it more resistant to acid rain؟ مين من دول عندها المينرالز بتاعتها فيها atomic structure، في الاتومز بتاعتها تقدر او هي بتكون more resistant للاسيد رينز، مش هتتاثر بالاسيد رين، وبتكون الاسيد رينز دي مليانه حاجه اسمها الكربونيك اسيد. يعني ايه مس كربونيك اسيد ده؟ اللي هو ال H2CO3 ده الكربونيك اسيد. فمين من دول هيبقى ريزيستنت لل H2CO3 ده؟ تعال نشوف واحده واحده. يلا بينا. هل هو الكالسايت ولا الكوارتز ولا الهيماتايت ولا الميجناتايت؟ بطبيعه الحال هي لا هيماتايت ولا هي ميجناتايت. ليه؟ لان الاثنين دول فيهم ايرون، والايرون بيتفاعل مع اي حاجه، لو حد معدي جنبه بيتفاعل، وخصوصا ان عندي اكسجين هنا. تمام كده؟ طب دي اول حاجه. تاني حاجه الكالسايت، مين هو الكالسايت ده يا مس؟ CaCO3. طب ما CaCO3 ده اللي هو كان اللايم ستون، اللي هو كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ديسولفينج. يبقى لا مش دي، يبقى انا هختار مين؟ الكوارتز. تمام كده؟ طيب يلا بينا على الكويستشن اللي بعده. question 14. يلا. The high speed electric train، الترين اللي بيمشي بسرعه جدا، الهاي سبيد الكتريك ترين، وبيكون طبعا الكتريك. طيب contributes to achieving a more sustainable future by. تفتكر هو ليه مع الوقت هيكون هو خلاص اهم حاجه عندي يعني في الفيوتشر، يبقى هو اهم جهاز عندي او اهم حاجه عندي في الدنيا؟ تعال نشوف. هل هو بينكريز الفيول كونسامشنز؟ هل هو بيزود من استهلاك الفيولز؟ لا يا عم، ده انا بقول لك الكتريكال. طيب هي طالما الكتريكال عندي، الحاجه دي الكتريكال. ممكن حد يقول لي طب يا مس ما هي الالكتريستي اصلا انا بجيبها عن طريق البيرنينج فيولز. انا لما بحرق الفيولز بيطلع لي اكيد اسمه دوت، بيطلع لي كربون دايوكسيد، فانا بعمل اير بولوشن. يبقى انت منين بتقولي لي ان انا مش هستخدم فيولز وهطلع الكتريستي؟ طب ما انا دلوقتي عندي طرق تانية اطلع بيها الكتريستي زي السولار بانلز، عندي طرق تانية زي الويند توربين، الووتر توربين، اللي بتستخدم الكينيتيك انرجي وبتحولها عن طريق مين؟ عن طريق الجنريتور. تمام؟ فلا انا مش هستخدم فيولز كتير. طيب using coal as a source of energy، هستخدم الكول. طب ما الكول ده يا مس فيول، فلا برضه. ولو حرقته هيديني ايه؟ لو حرقته هيديني ثيرمال انرجي، والثيرمال انرجي دي تبدا تديني الكتريستي زي الفل، ولكن في المقابل هتديني ايه؟ اير بولوشن عالي جدا. طب نشوف اللي بعده. relying on non-renewable energy source، هبدا ان انا استخدم فيها non-renewable energy source. طب ما ده الديفينيشن بتاع الاثنين اللي فوق.
ما هي الفيول دي نون رينيبل انرجي ريسورس. يعني ايه نون رينيبل؟ يعني حضرتك لما تبدا تستخدمها كتير تبدا تخلص منك، فبالتالي تعرفش تجيبها تاني، اللي هي حاجات will be formed after millions of years. زي مين؟ زي الكول، زي الاويل، زي الناتشورال جاز and so on. تمام كده؟ فانا ما هي النون رينيبل ريسورسز دي اللي هي الفيولز اللي انا بستخدمها، فلا مش هيحصل. امال ايه بقى في الاخر خالص؟ reducing الكربون emissions. بسبب الجهاز ده انا هقلل من كميه الكربون اللي خارجه. ليه؟ اول حاجه انا مش هحرق فيولز، مش هحرق فيولز عشان اطلع الكتريستي. تاني حاجه واهم حاجه، انا مش هحرق فيولز جوه الترين نفسه فيبدا ان هو يطلع لي كربون ايميشن. زي مين؟ زي الكارز مثلا. الكارز دلوقتي بتستخدم البنزين، طب ما البنزين ده لما بيتحرق بيطلع لي كربون دايوكسيد كتير وكربون مونوكسيد كتير. الترينز العاديه، الترين العاديه اللي مش شغاله بالكهرباء بتعمل ايه؟ نفس الكلام، بتحط لها اويل او البتروليوم يعني، والبتروليوم دوت بيبدا ان هو يعمل لي ايميشن للكربون دايوكسيد لما يتحرق جوه الجهاز او جوه اللي هي العربيه يعني او الترين او سو اون. يبقى انا هنا بعمل ايه لما استخدمت الكهرباء؟ لما استخدمت الكهرباء انا عملت ريديوسنج للكربون ايميشن، انا مش هطلع كربون كتير، تمام، او كربون دايوكسيد كتير بالذات، اللي هي الكربون مونوكسيد والكربون دايوكسيد، هم دول الاعداء اصلا عندي. تمام كده؟ يلا نمبر 15 كالسيوم اند ايرون. الكالسيوم والايرون طيب دول compounds are used in the medical field. تفتكر الكالسيوم والايرون هستخدمهم في ايه؟ الكالسيوم اللي هو Ca والايرون Fe هستخدمهم في ايه؟ دول اكتر اتنين ناقصين جوه جسمنا. لما حضرتك يبقى عندك انيميا يجي يقول لك ايه؟ خد حديد، صح كده؟ عندي مشكله في رجلي، في عظمي، مش عارف ايه، اتكسرت، يقول لك ايه؟ لازم تاخد كالسيوم. يبقى دول بشكل اساسي ناقصين في جسمي بشكل كبير، فانا هستخدمهم في ايه؟ انا مش هستخدمهم في امبلانتنج عشان بس انا هلاقيها هنا اكيد مكتوبه. مش مكتوبه؟ ماشي ما علينا. مش هستخدمهم في امبلانتنج، مش هزرع حاجه جوه جسمي معموله من حديد او من كالسيوم. تمام؟ امال هستخدمهم في ايه؟ هستخدمهم في السبلمنتس، ناتشرال سبلمنتس، تمام كده، او نيوتريشنال سبلمنتس. هبدا ان انا اجيب سبلمنتس او هعمل سبلمنتس فيها ايرون وفيها كالسيوم تخش جوه جسمي تعوض لي اللي ناقص جوه جسمي من السبلمنتس دي. طيب يلا بينا. نمبر 16 ذا روك سايكل. الروك سايكل دي بتبتدي بايه؟ often begins with. بتبتدي بايه دايما؟ بطبيعه الحال انا لازم هبدا بالبدايه خالص اللي هي اول حاجه جابت لي المينرال. احنا كنا متفقين قبل كده ان مين اللي فيه المينرالز؟ اللي كان مليان مينرالز كان عندي هو الابر مانتل. تاني افتكر معايا شكل الاستراكشر بتاع الارث. تعالى اوريك. كنت باجي اقول لك انا عندي كراست، والكراست دي كانت بتبقى 1% من الارض، تمام كده؟ طيب بعد كده كان بيبقى عندي المانتل. طبقه المانتل كانت بتبقى كبيره محترمه كده، وكنت بقول لك عليها ان هي تلتين الارض. طيب تلتين الارض الحلوه دي كانت بتتقسم عندي لجزئين، جزء ابر وجزء لور. الجزء الابر ده كان بيتقسم لجزئين، حته منه صغنونه كده، صغنونه خالص 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 اهي، وبسميها الموست ابر مانتل، والاثنين على بعض بقول عليها ليثوسفير. طيب والابر مانتل الجزء الباقي اللي هو الليكويد ده بقول عليه ايه؟ بقول عليه الاسينوسفير. طيب اللور مانتل كنت بقول عليه الميزوسفير، وده كان سوليد، لكن الاسينوسفير كان ليكويد. فالليكويد ده كان يبقى فيه الماجما، وكان بيبقى فيه مين؟ الماجما، كان بيبقى فيه المينرالز، كان بيبقى فيه الكونفكشن كارنت اللي كان بيعمل لي كل الايه اللي هو الدايفرجنت والكونفرجنت والترانسفورم والكلام ده كله. طيب بعد كده عندي ايه؟ بعد كده عندي منطقه الكور. منطقه الكور دي بتكون لي تقريبا تلت الارض، بتكون لي تقريبا تلت الارض. لو جيت حطيتها بنسب مئويه، احنا قلنا دي 1%، هتبقى هنا 67% وهنا بتكون 33. تمام كده؟ طيب يلا بينا. الكور ده برضو كان بيتقسم عندي لاوتر كور، وده كان بيكون ليكويد، وهنا الانر كور وده بيكون سوليد. الاوتر كور دوت بيبدا ان هو عشان هو ليكويد بيبدا ان هو يلف حوالين الانر كور. لما بيلف حوالين الانر كور بيعمل لي الماجنتيك فيلد، تمام كده؟ الماجنتيك فيلد بتاع الارض. طيب حلو قوي. تعالى بقى نبص نشوف الروك سايكل بقى هتبتدي منين؟ هتبتدي باول حاجه فيها مينرالز. مين اول حاجه فيها مينرالز؟ الابر مانتل اللي هي الاسينوسفير اللي هي هتكون لي مين؟ الاجنيوس روكس، لان دي اللي هتطلع لي الماجما اصلا في الاول خالص، والماجما هي اللي فيها المينرالز كلها موجوده تحت الارض. تمام كده؟ يلا بينا على الاسي questions. طيب question 1 يلا. explain titanium is considered the first choice in bone implanted surgeries. حضرتك لما بتخش مثلا
تعمل لا قدر الله عمليه، حتى مثلا بيركب شرايح ومسامير في ايده او في رجله او هتقفل، تلاقيها معموله من التيتانيوم. طب انا لو عايز ازرع جهاز جوه جسمي، حاجه ارتفيشال جوه جسمي، تلاقيه معمول من التيتانيوم. طب انا عندي جوينت حصل له مشكله، عندي مفصل حصل له مشكله، هعالج ده ازاي؟ هركب له جوينت جديد من ايه؟ من التيتانيوم برضو. طيب يبقى التيتانيوم ده هو الحاجه اللي عندها قابليه رهيبه ان جسمي يتعامل معاها ما يرفضهاش. تمام كده؟ طب ليه؟ اول حاجه لازم تبقى عارفها ان التيتانيوم ده، اول حاجه لازم تبقى عارفها ان التيتانيوم ده خفيف جدا، very light element. طيب حلو قوي. تاني حاجه عندي التيتانيوم ماله؟ resistant for rusting. resistant عشان ما يحصلهوش rusting، يبقى هو resist for rusting. ما بيصديش جوه الجسم، ما بيصديش. حتى لو حد عمل عمليه في يوم من الايام وشاف بعد العمليه ديت، بعد ما تفكله يعني الشرايح والمسامير وكده، بيلاقي ان الشرايح والمسامير اللي طالعه من جسمه بتلمع كانها متلمعه بجد او كانها مغسوله. هي لا، هي طالعه من جسمك كده. طيب اخر حاجه عندي ودي مهمه جدا، ان الجسم مش بيرفضها، يعني ان هي بمنتهى البساطه could be planted inside the body. يقدر جسمي ان هو يتعامل معاها عادي جدا لما تخش، مش بيهاجمها يعني من الاخر. تمام كده؟ طيب يلا بينا على اللي بعده question 2. Infer the environmental role of iron. تعالى نشوف الايرن ماله in the modern transportation industry. انا بستخدم الايرن في ايه؟ في المودرن transportation industry. بستخدمها في ان انا اعمل بيها الستراكشر بتاع الهيفي ماتيريالز. تمام؟ يبقى انا هستخدمها في ايه؟ اول حاجه the structure of الترانسبورتيشن في الترانسبورتيشن زي ايه مثلا؟ زي عندي الهاي سبيد ترين ده معموله منه، الالكتريك كارز معموله منه. بس كده؟ لا يا مس، ده انا كمان ممكن اعمل بيها كمان ايه؟ اعمل بيها كمان الويند توربين مثلا فور اكزامبل. فكمان الويند توربين ممكن اكون معموله او ميد اوف اهو. الويند توربين مالها اتس ستراكشر، الاستراكشر بتاعها made of iron. الاستراكشر بتاع الويند توربين كمان معمول من الايه؟ من الايرن. تمام كده؟ طيب يلا بينا على نمبر 3. explain lithosphere rocks remain an inexhaustible treasure. خلي بالك بيقول لك ان الروكس اللي موجوده في الليثوسفير مش بتخلص. طيب حلو قوي. despite consumption عمرها ما هتخلص عندي. طيب تعالى نشوف ليه ده بيحصل. احنا من شويه كنا بنتكلم، مش من شويه، ده الحصه اللي فاتت اللي هي بتاعت امبارح يعني، كنت باجي اقول لك ايه؟ خلي بالك انا عندي الروك ديت على طول في حاجه اسمها روك سايكل. يعني ايه مس روك سايكل؟ يعني انا الروك اللي موجود عندي فوق ده بياخد نفسه ينزل تحت اندر هيت اندر بريشر، يتحول لميتامورفيك، الميتامورفيك ينزل تحت اكتر، يحصل له ميلتنج. لما يحصل له ميلتنج يبدا ان هو يتحول لماجما. الماجما دي تكون لي مينرالز جديده تطلع لي فوق بره تعمل لي ايه؟ اجنيس روك وهكذا. يبقى هي ليه عمرها ما هتخلص؟ because it is renewable and continuous او and dynamic. مثلا ممكن نقول ان هي dynamic. يعني ايه dynamic؟ يعني على طول بتتحرك. هو dynamic system and dynamic system هو system على طول بيتحرك. طيب through اقدر اشوف ده فين اهو، through الروك سايكل، through روك سايكل. تمام كده؟ طب ليه ده بيحصل؟ to form
all the types of rocks. طول الوقت التايبس اوف روكس دي بتتجدد due to مين؟ الروك سايكل. due to مين؟ الروك سايكل. تمام كده؟ طيب question 4 minerals are considered. حلو قوي. طيب minerals are considered the basis for modern industries. هتكلم على المودرن industries as الميديسن and technology. عايز يشوف ازاي المينرالز دي اثرت عندي واهتمينا بيها واثرت عندي بشكل كبير جدا وطورت لي الميديسن والتكنولوجي. طب تعالوا نبص نشوف. في الميديسن من شويه كنا بنتكلم اكشن في 3 حاجات اللي هم مين؟ اللي هم التيتانيوم، واللي هم الايرن، وعندك مين كمان؟ عندك كمان الكالسيوم. حلو كده؟ طيب في التكنولوجي اتكلمنا اول حاجه على الكوارتز. اول حاجه اتكلمنا على الكوارتز، تاني حاجه اتكلمنا على الايرن الاف اي، واتكلمنا على الليثيوم ال اي. تمام كده؟ طب تعالى نشوف ال اي الكابيتال. طيب تعالى نشوف ونتكلم عنهم واحده واحده، نقسم البورد نصين كده. يلا ها، ادي الميديسن. يلا بينا نتكلم عن واحد واحد فيهم. اول حاجه التيتانيوم. التيتانيوم كان بيعمل ايه؟ التيتانيوم used in implanted joints in the body. ادي اول واحد عندي. تاني واحد عندي مين؟ عندي الايرن والكالسيوم. الاتنين بيعملوا نفس الحاجه اللي هم ايه؟ used in supplements. تمام كده؟ بنستخدمهم في الايه؟ في السبلمنتس. طب تعالى نشوف بقى في الاندستري. يلا بينا او في التكنولوجي. في التكنولوجي كنت بستخدمهم في ايه؟ اول حاجه عندي هتكلم على الكوارتز. طيب بيعمل ايه الكوارتز ده؟ قال لي الكوارتز ده كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل فايبريشن كده، بستخدمه في الجي بي اس. يبقى used او use ان الجي بي اس due to its vibration. طيب ده اول واحد عندي. تاني واحد عندي اللي هو مين؟ عندي الايرن الحديد الاف اي. الاف اي كان بيعمل ايه؟ الاف اي كنت بستخدمه في الاستراكشر used in the structure of transportation. طيب اخر حاجه عندي مين؟ اخر واحد عندي اللي هو الليثيوم. الليثيوم ده اللي كنا بنستخدمه في الايه؟ كنا بنستخدمه في الباتريز. وافتكر كان عندي الليثيوم ايون باتريز كنت بستخدم معاها مين؟ كنت بستخدم معاها الكوبالت. فانا عندي هنا الليثيوم هستخدمه في ايه؟ used in the batteries. تمام كده؟ يبقى انا هنا قارنت ما بين الحاجات اللي انا عارفها. انا عارف ايه في الميديسن، انا عارف انا بستخدم ايه في الميديسن، وعارف انا بستخدم ايه في التكنولوجي. في الميديسن انا بستخدم 3 حاجات، التيتانيوم والايرن والكالسيوم. في التكنولوجي انا بستخدم الكوارتز والايرن وعندي الليثيوم. بستخدمهم في ايه؟ احنا شرحناهم قبل كده وهقولهم لك تاني دلوقتي. يلا بينا. في الميديسن انا عندي التيتانيوم. التيتانيوم بعمل له امبلانتنج جوه جسمي، جسمي بيقبله. يعني اقدر احط، مش اي حاجه ينفع تخش جسمي، تمام؟ فده جسمي بيقبله. يبقى التيتانيوم هنا used in implanted joints in the body او implanted اي حاجه جوه جسمي. اي حاجه هيحصل لها implanting جوه جسمي هعملها من التيتانيوم. طيب الاف اي والكالسيوم، الايرون والكالسيوم الاثنين بستخدمهم في الايه؟ في السبلمنتس اللي انا بحتاجها لجسمي. طيب في التكنولوجي انا عندي الكوارتز قلنا بنستخدمه في الجي بي اس. طيب الاف اي بستخدمه في الايه؟ في الاستراكشر. على فكره هنا ممكن ارجع اجيب الالوي اللي انا كنت بستخدمه اللي هو الان دي، وكان حديد وكان بورون، واقول ان الثلاثه دول بيعملوا لي الوي، والالوي ده بستخدمه في الام ار اي. تمام كده؟ طيب الاف اي خلاص بستخدمه في الاستراكشر بتاعت الترانسبورتيشن واي ستراكشر، اي هيفي ستراكشر انا محتاجه. واخر حاجه عندي الليثيوم بستخدمه في الايه؟ في الباتريز. بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في الباتريز. تمام كده؟ طيب حلو قوي. يلا بينا على اللي بعده question 5. يلا. Explain lithosphere rocks remain an inextinguishable
تريجر خلاص احنا جاوبنا السؤال ده من شويه اللي هو كان question 3 تقريبا، وقلنا ليه ده حصل. مش هكتبه تاني بقى ليه ده حصل. قلنا بمنتهى البساطه عشان هو عباره عن continuous dynamic system اللي هي مين؟ اللي هي الروك سايكل اللي على طول بتجدد لي من ايه؟ على طول بتجدد لي من التايبس اوف روكس اللي عندي. تمام كده؟ وسام طيبين. خلصنا مراجعه ابريل، الترم بيخلص وبينهار مننا. ان شاء الله باذن الله تطلعوا كلكم مبسوطين باذن الله من امتحان ابريل. وان شاء الله هكون معاكم برضو زي ما اتفقنا في مراجعه اخر الترم. بس ان شاء الله نخلص الامتحانات دي على خير ونبدا امتحانات الهاي ليفل بتاعتنا على خير، وباذن الله هتلاقوني معاكم في اهم حاجه هتكون موجوده عندك في اخر السنه. استنوني، هي مفاجاه رهيبه جدا هساعدكم كتير فيها. اتمنى لكم كل التوفيق، اتمنى لكم كل الخير، اشوفكم على خير. اولى ثانوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.